دلوقتي يا باشا جالنا اوردر من التجمع الخامس، منطقه راقيه جدا وطبقه حاجه واو. طلبت مننا قراي مولايت، وفيه محترمه جدا، طلبت مننا قراي مولايت. بعتها لها، قالت لي معلش انا سافرت. قلت لها مفيش مشاكل، ارجع الاوردر؟ قالت لي لا، انا هخلي المندوب يسلمه للسكيورتي، للامن بتاع الفيلا. بص بقى يا عم، الاوردر جاي لي ازاي؟ اتفرج كده معايا. يعني ده يرضي ربنا بالله عليك؟ هو الشركه بتقول لك افتحه من هنا، انت محتاج تلبس نظاره، هات لك نظاره يا عم، ما جراش حاجه. بص، اتفرج معايا. طب انا ابيعه ازاي ده يعني؟ بتقول لي اصل انا رجعت عشان السماعه مش شغاله. السماعه مش شغاله؟ يعني سماعه قريب اوريجينال بضمان مش شغاله ازاي؟ جيت بقى يا باشا شلت السماعه كده، لقيت عليها، عارف انت اللزقه بتاعت الامان عشان تقدر تشحن، لقيت ان هي ما اتشالتش اصلا. لا الراجل بتاع الامن فاهم، ولا المندوب بتاع شركه الشحن فاهم. طب انت حضرتك يعني انا ده يرضي مين ده؟ ده يرضي مين لما انا ابعت انا المنتج يجي لي بالمنظر ده؟ هتيجي تقول لي يا عم دي كرتونه مالهاش لازمه، اقول لك الكرتونه دي هي الضمان بتاعك. ليه؟ ان انت هنا بتخربش ال 16 رقم، وتخش على الكيو ار وتفعل الضمان بتاعك. اول ما انت بيحصل اي مشكله في السماعه بتاعتك، الضمان بيقول لك يا باشا فين الكرتونه، ويبص على ال 16 رقم اللي بيطابقوا بالسماعه. فانا بعد اذنكم ان انا موقف شحن، ان انا كده بخسر، موقف شحن لحد يوم السبت ان شاء الله. ما حدش يطلب مني شحن تاني. يعني انا بقول لك، انا لما يجي لي اوردر، مش بقول لك بقى في امبابه ولا في الوراق ولا في منطقه شعبيه. والله العظيم دي المناطق دي بيتقوا ربنا مع المندوب، وبيوجبوا معاه وبيقفوا معاه. لكن انا بقول لك التجمع الخامس، التجمع الخامس، فيلا، واو والله اكبر. تيجي يحصل كل ده في المنتج بتاعي اللي هو ب 575 جنيه. يا جدعان بعد اذنكم، اللي عايز يطلب اي حاجه، مفيش اونلاين عندنا، نوقف لحد يوم السبت بفضل الله. عايز تيجي تشرفنا هنا، احنا فين؟ في العطار، مول الغول، محل 101. لو لقيتها بعيد عليك مش هشحن لك اي حاجه. انا مش هشحن لك لحد يوم السبت، لحد ما انا بقى ايه، الم بقى خسارتي واقعد مع نفسي كده افهم بقى الدنيا معايا ماشيه ازاي. بس تعمل لايك وفولو، منشن لصاحبك، كل اتقي ربنا لو تطلب حاجه اونلاين.